اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الهنا، وصباحكم منور بذكر الله وبالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنحضر مع بعض فطارنا سهل وسريع ولذيذ، وهنستعمل شيء من الحاجات اللي احنا كنا مفرزينها في فيديو التفريزات بتاعة رمضان. في الأول كده قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي وعيلتي تكبر بيكم بإذن الله. في الأول كده جبت حلة، حطيتها على النار من غير اي مواد دهنيه خالص، لان اللحمه اللي عندي المفرومه فيها نسبه دهون. فحطيت هنا اللحمه، كان معايا حوالي مش نص كيلو، اقل من نص كيلو كمان. وحطيت عليهم 3 بصلات وقرنين فلفل، قرن حامي وقرن بارد، والتوابل ملح وفلفل وسبع بهارات. ما حطيتش اكتر من كده، ملح وفلفل وسبع بهارات، وسبتها تتشوح مع بعضها ونقلتها على العين اللي ورا. بعد كده جبت حله فيها ميه، حطيت لها شويه ملح وشويه زيت علشان نسلق المكرونه بتاعتنا. طبعا انت ممكن تستعملي نوع المكرونه اللي انت حباه، مكرونه سباكيتي، مكرونه اقلام، مكرونه، اللهم صل على حبيب مصطفى. اللي انا هستعملها دلوقتي اللي هي القواقع، اللي انت حابه تستعمليه استعمليه. دلوقتي على ما الميه تغلي كنا احنا بنجهز في البشاميل. هنحط 3 معالق من السمنه او 3 معالق من سمنه على زيت او زبده، الماده الدهنيه اللي انت حابه تستعمليها. وهحط هنا يعني مقدار معلقه كده من الزيت. تمام. بعد كده اول ما السمنه تسيح معايا وتبدا ريحتها تطلع، هنزل ب3 معالق من الدقيق. ال3 معالق من السمنه ليهم 3 معالق من الدقيق. هنديها تقليبه كده لحد ما ريحه الدقيق والسمنه تبدا تطلع والدقيق يبقى دخل في السوا. هنزل بقى بلتر من اللبن. شوفوا بقى الاضافات اللي احنا هنضيفها هتخلي طعم البشاميل في حته تانية خالص. حطيت معلقتين من اللبن البودر، وحطيت مكعبين من مرقه الدجاج. جماعه بتنقل طعم البشاميل في حته تانية خالص. واحط هنا شويه كده من الفلفل الاسود. في ناس ما بتحبش تستعمل فلفل اسود عشان هتغمق البشاميل، يا جماعه ما يغمق، بس بيخلي طعمها جامد. وشويه من 7 بهارات، حاجه بسيطه جدا، وشويه جبنه موتزاريلا. وكمان كان عندي هنا حته قشطه، ايوه القشطه اللي هي البلدي دي، هناخدها كلها. ولو عندك اكتر من الحته دي كمان حطيها. هو احنا في رمضان ما تبقوش على حاجه، الرجيم كده كده بايظ. هنا بوريك المكرونه احطها بقى تتسلق. مش بسلقها سلقه كامله، يا دوبك بتاخد غلوتين 2 وبطفي عليها، واسيبها برضو دقيقتين 2 في الميه وهي مطفي عليها، وبعد كده بصفيها. بس كده البشاميل كان جاهز معايا، بيوصل للقوام اللي انا عايزاه. لا بحبه تقيل ولا بحبه خفيف، وسط كده. هجيب بقى البايركس بتاعي او الصينيه الالومنيوم او ايا كان النوع اللي انت هتستعمليه، صاج، تيفال، بايركس، الومنيوم، ايا كان. بجيبه ادهنه كده سمنه حلو. والمكرونه بتاعتي كانت اتسلقت وصفيتها، والبشاميل بتاعي جاهز. هحط بقى هنا شويه كده من البشاميل على المكرونه عشان تكون ايه، بتطز وتلظ كده. وهنزل بقى بشويه بشاميل في القاع، واحط شويه مكرونه واديهم بقى تقريبا مع بعضهم كده. ايوه فاهمين؟ لو فاهمين اكتبوا لي قولوا لي ان انتوا فاهمين. بعد كده هجيب بقى اللحمه بتاعتي. كانت اللحمه بتاعتي يا دوبك على قد الطاجن بتاعي ده. كتري كتري، ايوه ما تستخسريش في نفسك، ده انت وعيالك اللي هتاكلوا. ايوه بالظبط كده. بعد كده هنزل بكل الكميه اللي فاضله معايا من المكرونه، بس بحب بقى اديها رشه كده من البشاميل عشان تكون جوسي كده وجميله. وشويه بسيطه كده بقى كمان من الجبنه الموتزاريلا يا سيدي. وحط شويه كمان من المكرونه، حطي واحنا بناكل كل يوم مكرونه بشاميل. ايوه. بعد كده بقى هنزل بقى اغرقها بشاميل. مش تتغرقيها قوي عشان ما تبقاش معجونه معاكي، يعني هتحطيه بشاميل وتديها هزه كده زي ما انا مديها دلوقتي. وتسوي بقى وتشوفيها لو محتاجه انت بقى بالنظر، يعني دي حاجه عايزه نظر، دي مش محتاجه مقدار. ايوه شايفين الطبقات؟ ندي بقى ايه تظبيطات كده. طبعا البشاميل اللي فاضل ده مش هنرميه، ده هنحطه في علبة ونحطه في التلاجة. بعد الغلاء اللي احنا فيه ده يا جماعة ما ينفعش ان احنا نرميه. السمنة بالشيء الفلاني، واللبن بالشيء الفلاني، والدقيق بالشيء الفلاني، وكل حاجة متكلفة. فاللي يفضل منكم في علبة كده ولفيه وحطيه في الفريزر. هنا بقى هنحطها هنا في الفرن. كنت مسخنه الفرن يا دوبك لما بدات انا اجهز الطبقات، كنت سخنت الفرن. هنا بقى اللي انا بقول لكم عليه من التفريزات، البانيه. طلعت كده طبق بانيه وسبته يفك براحته على ما قران المغرب كان بدا ياذن. هنا طلعت يقرا قصدي. طلعت المكرونه من الفرن. ما حطيتش الجبنه اول ما حطيتها في الفرن، عشان لو حطيتها من البدايه هتاخد وش معايا بدري، وهتكون لسه ما استوتش معايا من جوه.
فانا عايزاها تاخد غلوتين كده مع بعض، وبعد كده بطلعها احط المكرونه الجبنه وادخلها الفرن. هنا بقى الزيت بتاعي اول ما بيسخن بحط البانيه، اول ما بحطه بروح موطيه النار على ما يبدا يستوي، علشان ما ياخدش معايا لون بدري، الزيت يكون سخن ياخد معايا لون بدري وما يستويش من جوه. وعايزه اقول لكم ان والله العظيم يا جماعه التتبيله ديت الكفر بتاعها ماسك جدا جدا، وما كانش راضي يفك، ماسك يعني، فاهمين؟ مش اللي هو الكفر اللي بيفك كده. جربوه ورجعوا لفيديو التتبيلات، هحط لكم اللينك بتاعه تحت، تحفه يا جماعه. ايوه تصفيه كويس كده من الزيت. هوريكم بقى هنا الطاجن اهو، يا سيدي يا سيدي، بس كده. هنا الفوانيس بتاعتي، هنا بقى البانيه كل واحد له طبق كده، عشان ايه بعد كده هنغرف بقى المكرونه ونحطها. بس المكرونه كانت لسه سخنه جدا فما كنتش عارفه اقطعها، علشان كانت هتبقى سايبه معايا خالص. وطبعا هنصب العصير بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض اول يوم، اللي بعشقه، اللي بيوطي ضغطي. يا جماعه اللي عندهم مشاكل مع الضغط ما تشربوش العصير ده، قال لا كميات بسيطه عشان بيوطي الضغط جدا جدا. بس كده. وهو ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعه، سهل وسريع. اتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه. صلوا على الحبيب المصطفى.